بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا كان في هناك مواضيع بتحبوا نحكي عنها فعلقوا في هذه الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله إنه الله يقدرني وأرى تعليقاتكم، ماذا تريد أن نتكلم عن أي مواضيع. بحب أنا دائما أتكلم عن شيء عشته وطبقته فوجدته إن شاء الله. دائما هيك بحب أنا أتكلم، لكن هناك أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مش فاهمينها وكنا نظن أننا نفهمها، لأنها تنطبق على المؤمنين وعلى التائبين وتنطبق على ناس يعني يخافوا الله، مش ناس فقط بيصلوا بصوموا لكنهم يتفننوا في معصية الله. فإن شاء الله نتطرق إلى هذه الأحاديث عشان نفهم ديننا ونعرف أن الاستغفار هو يجلي هذا القلب فيبصر. نسمع هذه القصة من سوريا، وإذا كان في تعليق بنعلق وإذا كان في تعقيب بنعقب. الصراحة يعني هي القصص ستنزل على القناتين، كل واحد قصصها تخصها، يعني لن أجعل نفس القصة على القناتين. القناة المركزية قصصا تخصها لوحدها، والقناة الثانية بتكون هي مشتركة مع الفيسبوك بنفس القصة. فالذي سأجعله على القناة المركزية لن تسمعه لا على الفيسبوك ولا على القناة الثانية، إلا إذا كان في شيء مهم جدا أريد أن أنوه إليه. نسمع هذه القصة لمستغفر من سوريا ومستغفره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني هي قصة لمستغفر من سوريا، حيا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ الفاضل محمد حجازي جزاه الله خيرا، والأخت الفاضلة شيماء المشرفة، أريد أن أبلغ جزاكم الله عنا كل خير. أريد أبلغ آية عشتها مع الاستغفار من خلال أكثر من عام. بدأت الاستغفار في 7 شوال السنة الماضية، وتاريخ تسجيل هذا الصوت في 17 شوال في سنة 2026، يعني أكثر من سنة. ولله الحمد أذن الله عز وجل لي أن أعيش هذه الآية على مدار أكثر من عام. أولا بدأت الاستغفار بسبب مشاكل نفسية وضغوطات مادية كبيرة قد تعرضت لها، فذهبت أبحث عن الحل، فوجدت الكثير يتكلم عن الاستغفار. وجدت أحد المشايخ جزاه الله خيرا، لربما هو من خلال متابعة طويلة وجدته هو أكثر من تكلم بهذا الموضوع، كان يتكلم عن ورد سيدنا أبو هريرة 12,000 استغفار. فلازمت هذا الورد في شهر رمضان، ليس الماضي الذي قبله، رمضان 2025. ثم بدأت تظهر لي مقاطع للعم حجازي، وكانت المقاطع طويلة، والصراحة لم أكن أستطيع أن أتابع مقطع بحجم 30 دقيقة أو أكثر، لأني كنت متعب نفسيا. المهم بعد العيد في 7 شوال أخذت قرارا جادا أن ألتزم الاستغفار بفضل الله عز وجل وتوفيقه. ثم شرعت الاستغفار كما بين العم حجازي، وبدأت ب3,000 5,000 10,000. خلال فترة أسبوع ولله الحمد وصلت إلى 20 ثم إلى 30,000. وكنت أعاني من موضوع قلة النوم، وإذا نمت سبحان الله تفكيري يبقى مشتت يعني، وأشعر أني لم أنم، برغم أنني أنام ساعات طويلة أشعر أنني ما نمت إلا 3 ساعات أو 4 بحكم التفكير الكثير. سبحان الله أشبه بوسواس قهري. فمن بركات الاستغفار الأولى سبحان الله أنني صرت أنام بهدوء سبحان الله من فضل الله عز وجل، ثم ببركة الاستغفار. ثم بعد 10 أيام رأيت رؤيا أن المطر ينزل بغزارة، وفي هذا التوقيت كانوا يضعون على الأرصاد الجوية. أنا مقيم في لبنان بلدي الثاني، وأحب هذا البلد كثيرا. سبحان الله وضعوا على الأرصاد الجوية أنه الشتاء يودع في لبنان، أي يعني لن يبقى أمطار. وكانت هذه الرؤيا بعد 10 أيام من لزوم الاستغفار. ثم بعد أسبوع أظن الله أعلم من هذه الرؤيا نزل نفس المطر في الواقع الذي رأيته في الرؤيا، مطر بغزارة. فحمدت الله عز وجل أن هذه إشارة أنني على الطريق الصحيح، بدأت أقطف الثمرات
التي رتبها الله عز وجل على الاستغفار. وكأني أعيش آيات التي في سورة نوح بالترتيب: مغفرة الذنب، ثم الأمطار، ثم الأرزاق، وهكذا. وكان علي دين في تلك الفترة، سبحان الله، بدأت تأتيني الأرزاق ورزقني الله عز وجل بمبلغ سديت فيه ديني. لم يكن كبيرا، ولكن سبحان الله كان في فترة قصيرة فتح الله علي عز وجل من خلال عملي فسديت ذلك الدين. ثم رجعت إلى بلدي سوريا بعد التحرير. سبحان الله، رجعت هناك وقد أخذت سورة البقرة بعد أن عشت آية الاستغفار كاملة. وفي تلك الفترة تكلمت مع العم حجازي، قلت له أنا هكذا يعني حدث معي، قطفت ثمرات الاستغفار الحمد لله. يعني في أجمل من أنك ترجع إلى بلادك بعد أن شردت؟ في أكبر ثمرة من هذه الثمار قطفها أهل سوريا؟ في ثمرة أكبر من الثمار أن تفيض السدود في المغرب العربي بعد جفاف سنين طويلة؟ أي جمال هذا! انتبهوا إلى رحمات الله، انتبهوا. وأنا أقول لكل واحد عمال يلاقي حل مشكلته في أمر ساقه الله إليه، لو عن طريق دكتور أو عن طريق نظام طيبات أو عن طريق امتناع عن أكل أو رياضة، الله ساقه لشيء. إياك أن تظن إنك شاطر، الله ساق لك هذا بالاستغفار. وإن تركت الاستغفار سينسيك ما فعلت ويأتي ويأخذك مرة أخرى على حين غفلة. دير بالك. فانتبهوا أن الاستغفار لا يترك، فيه رحمات الله، والله أكبر رحمة. يعني هذه القصة، يعني سبحان الله، الأخ محمد حاج إبراهيم كذلك هو الذي يعني أنشأ لنا فهرس القناة، لكنه وصل ل 1700 حلقة، والآن صارت القناة فيها 2600 حلقة تقريبا، 2500 حلقة هكذا. كان في مصر، وهو كذلك مغترب بسبب الحرب، وكان يعني يجمع المال عشان لازم يدفع غرامة مالية للنظام البائد، 8000 دولار لازم يدفع لهم فلوس، عشان هو ما حارب معه، فعشان بده يرجع لبلاده. فالله أخذه أخذ عزيز مقتدر لهذا الطاغية، وكفى الله أخونا محمد حاج إبراهيم دفع 8000 دولار وعاد إلى بلاده، وهو الآن في بلاده. وهذا الأخ اللبناني السوري اللبناني هو في لبنان في سوريا، عاد إلى بلاده. ما أجمل أرض المنشأ والمربى. أبدأ بسورة البقرة. قال لي على بركة الله. بدأت سورة البقرة وصراحة تراخيت في موضوع التحصينات. رأيت رؤيا أن المطر ينزل بغزارة، وفي هذا التوقيت كانوا يضعون على الأرصاد الجوية. أنا مقيم في لبنان بلدي الثاني، وأحب هذا البلد كثيرا. سبحان الله، وضعوا على الأرصاد الجوية أنه الشتاء يودع في لبنان، أي يعني لن يبقى أمطار. وكانت هذه الرؤيا بعد 10 أيام من لزوم الاستغفار. ثم بعد أسبوع أظن، الله أعلم، من هذه الرؤيا نزل نفس المطر في الواقع الذي رأيته في الرؤيا، مطر بغزارة. فحمدت الله عز وجل أن هذه إشارة أنني على الطريق الصحيح، بدأت أقطف الثمرات التي رتبها الله عز وجل على الاستغفار. وكأني أعيش آيات التي في سورة نوح بالترتيب: مغفرة الذنب، ثم الأمطار، ثم الأرزاق، وهكذا. وكان علي دين في تلك الفترة، سبحان الله، بدأت تأتيني الأرزاق ورزقني الله عز وجل بمبلغ سديت فيه ديني. لم يكن كبيرا، ولكن سبحان الله كان في فترة قصيرة فتح الله علي عز وجل من خلال عملي فسديت ذلك الدين. ثم رجعت إلى بلدي سوريا بعد التحرير. سبحان الله، رجعت هناك وقد أخذت سورة البقرة بعد أن عشت آية الاستغفار كاملة. وفي تلك الفترة تكلمت مع العم حجازي، قلت له أنا هكذا يعني حدث معي، قطفت ثمرات الاستغفار الحمد لله. هل أبدأ بسورة البقرة؟ قال لي على بركة الله. بدأت سورة البقرة وصراحة تراخيت في موضوع التحصينات. فأنا أعاني من إصابات روحية متنوعة، يعني هناك مزيج من الإصابات، وأقواها الحسد. كنت عندي حسد شديد. على العموم أخذت سورة البقرة فكشفت لي أمورا لا أريد أن أخوض فيها لأن هي طويلة جدا. خلاصة ما وصلت إليه من هذه الأمراض والاستغفار، بدأت آية سورة البقرة تجلي هذه الإصابات التي أعيشها.
خلاصة ما وصلت إليه أنني عندي وأخطر إصابة أذكرها للفائدة هي تسلط القرين، وهو المسؤول الأول عن ما يحدث للإنسان من اضطرابات نفسية ووساوس قهرية واكتئاب وهكذا. يعني بمعنى هو الذي بعد حدوث المرض النفسي أو الصدمة النفسية هو الذي يضخم هذا الأمر، ويبدأ يضخم هذه الأمور إلى أن وصل به الأمر إلى، نسأل الله العافية، إلى موضوع الانتحار. ولكن لطف الله عز وجل لطف بي، وطبعا أنا لا أتبنى هذه الأفكار ولا أريدها، ولكن هي يزجها القرين في داخل فكر الإنسان وفي عقله الباطن اللاواعي، ثم تنتقل إلى الواعي مع التكرار وتصبح فكرة يصدقها العقل بحسب يعني ما قال الأطباء النفسانيون، ولا أريد أن أخوضها في هذا الباب. على العموم موضوع تسلط القرين يحتاج إلى أن ينبه عليه الإنسان، يتنبه من هذا الموضوع، وكل من يقدم حلول الأمة الإسلامية يجب أن يسلط في هذا الزمن موضوع القرين. والأستاذ محمد حجازي جزاه الله خير سلط الأمر ونبه عدة مرات، هو والأخ محمد إبراهيم السوداني على موضوع القرين. والأخ محمد إبراهيم السوداني قال نصح بأن نقرأ سورة قاف على كأس من الماء نغسل منطقة الرأس يعني، ونشرب من هذا الماء، نقرأ سورة قاف 7 مرات. ثم تبعت في هذا الموضوع إلى الآن أنا أعالج موضوع تسلط القرين، وهو موضوع صعب جدا، نسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين. على العموم وهكذا نزل وردي في الاستغفار بعد أن عشت آية سورة البقرة كما بين الأستاذ محمد حجازي، ورجعت إلى الاستغفار. وحقيقة كلما نزلوا من وردي من الاستغفار عادت لي المشاكل وعادت لي الأمور، وكلما زاد وردي من الاستغفار خفت وقلت الأمور. وبالحقيقة موضوع الاستغفار هو منهج حياة، ليس أنه الإنسان يقضي دينه أو أنه يتم الشفاء من الأمراض أو هكذا، أو أي مشكلة يعاني منها الإنسان مثلا يستغفر لتنحل المشكلة ثم يعود كما كان. لا، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعيش هذه الآية ونبقى ونداوم على هذا الذكرين بالأخص اللذان هما الاستغفار وسورة البقرة. على موضوع تسلط القرين أنا لزمت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بين العصر والمغرب على نية أن يريني الله عز وجل ما هي مشكلتي، فظهرت لي المشكلة أنها تسلط قرين. وأنا الآن أعيش العلاج المناسب لموضوع تسلط القرين، وهو موضوع ليس بالسهل، يحتاج إلى مدة من الالتزام بالبرامج العلاجية. وهناك راقي اسمه الشيخ فواز الأسود يقدم حلول جزاه الله خيرا في هذا الباب، والشيخ أيضا ثاني اسمه الشيخ عبد الله المساوي. هذان الشيخان جزاهم الله خير يسلطان الضوء على موضوع القرين ويعطون برامج علاجية. حبت ذكر هذا الموضوع للفائدة. وسبحان الله موضوع الاستغفار عندما يلتزم الاستغفار، خصوصا الإنسان الذي عنده تسلط قرين أو إصابات روحية أو مشاكل أو ضغوطات، سيكون الأمر شديد عليه، يعني بمعنى سيتضاعف هذا الألم سواء النفسي وهكذا، يعني حتى تخرج هذه الآلام من بدن الإنسان. وأنا أشبه موضوع الاستغفار بمثل المعقم أو المطهر الذي نضعه على الجروح، فظاهر الأمر هو ألم شديد ولكن فيما بعد سيتم الشفاء. والاستغفار هكذا سبحان الله ينقي ما في داخلنا من أمراض وشقوق وجروح وأوجاع. هو ظاهر الأمر يبدو الموضوع فيه ألم كبير، ولكن هو مقدمة للشفاء. الأمر يحتاج إلى صبر ووعي وإلى متابعة الأخ محمد حجازي وكل الذين تخرجوا من مدرسة الأستاذ محمد حجازي وبدأوا يبلغون الآيات. والإنسان يحفز نفسه بالقصص ويراعي موضوع أن التدرج أيضا، الإنسان لا ينضج دفعة واحدة، هناك تدرج في الموضوع، ولا يصل إلى الشفاء بأمر الله عز وجل وبإذنه إلا بعد مرحلة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يريه علله، ويريد أن يريه ماذا يحدث معه وكيف في حال أن أذن الله عز وجل له أن يبلغ عن الاستغفار والبقرة سيتكلم بكلام هو عاشه، ليس الأمر كن فيكون. الله سبحانه وتعالى قادر أن يشفي أنا من عللنا كلها بقول كن فيكون بأمر الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد يجلي لنا الحقائق حتى نتكلم عن علم وعن بينة، لأن الأمة تشعبت عليها الأمراض
وخلاصة هذه الأمراض كلها وما قاله الأستاذ محمد حجازي جزاه الله خير، ألا وهو الذنوب. أصل كل داء الذنوب، يعني كل مصائبنا سبحان الله هي سبب الذنوب. وبمجرد أن التزمنا بالاستغفار ستبدأ تتكشف لنا الحلول والحقائق، وفيه التمكين والقوة والعزة والنصر. يعني سبحان الله الاستغفار لا يدريه إلا من عاشه وجربه. وأنا بالنسبة لي يعني سبحان الله كنت يعني إنسان ملتزم، وأذهب إلى المساجد وأحضر عند العلماء والمشايخ، ولكن العلة ليست بالمشايخ والعلماء، لكن العلة فينا نحن لم نعيش هذه الآيات ولم نطبق. والعلماء أريد أن أعقب هذا الأمر قليلا. الأستاذ محمد حجازي دائما يتكلم بهذا الموضوع، هذا السياق. الأستاذ محمد حجازي لما يتكلم ويأتي بسيرة المشايخ والعلماء لا يقصد الطعن بهم، ولكن يقصد أن العلماء لا ينبغي أن يبينوا للأمة ما هو الداء والدواء من خلال تجربة يعيشونها. وهو يعتب عليهم كثيرا في هذا الباب أن يبينوا الاستغفار للأمة، لأن الأمة بحاجة للاستغفار، لأن الأمة ضاعت وتاهت بسبب الذنوب والمعاصي إلا ما رحم ربي. وبالنسبة لحالات العقوبات التي تعيشها الأمة هي الطاغية والكبيرة، يعني بنسبة ساحقة. أما حالات البلاء لربما تكون قليلة للإنسان الذي يراقب نفسه والمتقي لله عز وجل. فبالتالي المشايخ يعيشون مرحلة صفائية والله أعلم، يعني وفقت لتبيان حالهم، فهم يعيشون مرحلة من الصفائية لا تشبه الناس المطحونة والتي دخلت تحت وطأة الهواتف وما خلفته من معاصي وذنوب ومقاطع خليعة ومحادثات. وسبحان الله أنتم تعلمون حجم الفساد الذي خلفه هذا الهاتف. فبالتالي ينبغي للمشايخ والعلماء أن يعيشوا هذه الآية ويطبقوها على أنفسهم، ثم يخرجوا ويبينوا للناس من حقيقة عاشوها. أما الذي يذهب ويحضر خطبة الجمعة ثم يقول الشيخ في الخطبة أن الإنسان مبتلى ويصبر، على ماذا يصبر؟ نصبر على وطأة المعاصي والذنوب التي كسبتها أيدينا. فلا يوجد توازن في الخطاب سبحان الله. والحقيقة أنا سبحان الله ترددت كثيرا في إرسال هذه الآية ولا أدري ماذا أقول سبحان الله، والكلام سبحان الله كبير كبير كبير. فأحببت أن أتكلم بهذه النقاط، وأسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذا الكلام لعل أحدا يستفيد مما عانيته. وموضوع أرى أن موضوع تسلط القرين والوساوس القهرية وهذه الأمور أراها من أكبر الأمور التي تصد الإنسان على الاستغفار، والإنسان يضعف أمام هذه الأمراض المستعصية والخطيرة. فالذي عنده هكذا نوع من الإصابات القهرية والتسلط القهري يسلط الضوء على هذه المشكلات ويبدأ بحلها بإذن الله عز وجل. وذكرت أنا يعني موضوع تسلط القرين وما ذكره الأستاذ محمد إبراهيم السوداني جزاه الله خيرا بقراءة سورة قاف، وهي سبحان الله تتكلم عن القرين ودوره في التسلط. ولربما يقول الإنسان أن القرين ضعيف الوسوسة، هاي مرحلة ما قبل التسلط. القرين الطبيعي بالإنسان الطبيعي مرحلة وسوسة بسيطة، ولكن مع وجود صدمة نفسية أو مثلا موضوع وجود خلل كيميائي في الدماغ أو كذا أو وجود إصابات روحية أيضا هذه تؤثر على الدماغ. فمع وجود هذه الإصابات القرين يبدأ يتسلط. فهنا أول أمر نعالجه وهو القرين، ثم نبدأ بالعلاج الباقي. يعني القرين هو من يضخم هذه الأمور. سبحان الله أحببت التنويه عن هذا الأمر لأني أرى هذا الموضوع مستعصي ولا أحد يلتفت لهذه النقطة. وأسأل الله عز وجل أن يجازي الأخ الأستاذ محمد حجازي على الجهود التي يقدمها، والأخوة المشرفين، وجزا الله كل من يقدم خيرا في سبيل نهضة هذه الأمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم أخوكم عامر من سوريا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عامر، بارك الله فيك. أثرت بعض النقاط إن شاء الله بالنسبة للقرين، بالنسبة للمشايخ، بالنسبة للعلماء،
بدي أتطرق لكل هذه المواضيع. إذا كان محمد حجازي يطعن لمجرد طعن فهو آثم آثم آثم. إذا محمد حجازي يطعن بالمشايخ والعلماء على أساس أنه يظهر نفسه أنه هو صاحب الفكرة فهو آثم 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 ولا يجوز له. لكن إذا كان يطعن بأننا هناك لا تطبيق ولكنهم يصد الناس عن اتباع الطريق، يعني لنا يعني وجدنا الخير الكثير فنريد منهم أن يطبقوا. يعني أنا أتكلم عن من يصدون. لم يثبت 30,000 هكذا يقولوا على سبيل المثال، لم يثبت 4 مرات، لم يثبت هذا الكلام. قليل من متصل خير من كثير منقطع، وكاننا ب1000 خير على سبيل المثال. فأنا أريد أن أبين، لأني أنا وجدت ووجد المتابعين الذين معنا، فلا عندنا حقيقة. فما سألنا أحد ولا واحد سألنا يا أخي محمد حجازي تفضل خلينا ليش نتكلم بهذا الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه. ما حدا. ليش؟ هذا الذي أعيبه أنا. وثم إنك يعني لما قال في مرحلة صفاء العلماء يعيشوا في مرحلة صفاء والمشايخ وكذا، أي صفاء؟ معقول واحد تصفى حياته والأمة في ذيل الأمم وكلاب الله تنهش بها؟ كلاب طبعا هم كلاب الله سلطهم على الأمم، أعداء الأمة، فهي تنهش في هذه الأمة ويكون عندهم صفاء. أي صفاء؟ إذا الإنسان لم يكن همه هذه الأمة عنده مشكلة. وعشان هيك أنا بدي أقول إنه لازم يكون الهم هو الأمة. كيف؟ مش أنا تعلمت العلم عشان أعلم الناس، عشان الناس تغير حالها، عشان أكون أنا قدوة. لأن إذا أنا غلطت وتواجدت في مكان غلط فالناس بدها تشوفني موجود في مكان غلط وكلامي غلط فبدي يتبعوني. فلازم يكون أنا عندي يعني حقائق. عشان هيك لا يكون الكلام عام عن الأذكار. كلام عام إلزموا الاستغفار، صلوا على رسول الله، يوم الجمعة أفضل تصلي على رسول الله. لماذا؟ شو فيها يعني الصلاة على رسول الله؟ مثلا يوم الجمعة الإمام أحمد عندما كان مع الخباز، لازم تفهم هذا الكلام، لما كان اجتمع مع الخباز وسمعه يستغفر قال له يا رجل وماذا وجدت من ذلك؟ طيب أنت يا شيخ لما تقول لي صلي على رسول الله ماذا سأجد؟ الصلاة تصل إلى رسول الله، تصل إلى رسول الله في كل وقت، ويوم الجمعة يوصلها الملائكة، كل اللي صليته في الجمعة سيصل إلى رسول الله، تقول له الملائكة محمد حجازي صلى عليك، على سبيل المثال. كل عبادة لها أثر في الدنيا قبل الآخرة. ما هو الأثر؟ اعطيني أثر. لكن هيك فقط كلام عام. ضعنا في هذا الكلام العام يا جماعة. كلام العام يعني أنا بدي واحد على سبيل المثال عن جد محقق لهذا، يعني الصلاة على رسول الله مثلا من يوم الجمعة، مثلا من ليلة الخميس إلى يوم الجمعة عند الغياب مثلا، والله غير له أحواله. أو سأل الله يا ربي أنا بدي أشوف شو في بهذه الصلاة على رسول الله عدا إنها ستصل إلى رسول الله أو إنه يحب رسول الله. لازم يكون لها أثر. وهكذا والاستغفار والصلاة على رسول الله وقراءة القرآن وأي عبادة لازم يكون لها أثر في حياتي. كل حسنة كلها لها أثر طيب، لكن ما بيجي الأثر يظهر وإذا أنت ناسفه في ذنب. مفهوم؟ يعني احنا بنصلي وبنصوم لكننا بنكذب، فبيجي هذا الذنب ينسف هذه الحسنات. لكن لو أن صليت وصمت وعملت كل هذه الأعمال دون أن أنسفها في السيئات صار أثرها في حياتي، في أولادي، في أرزاقي، في علمي، في قوتي، في جسدي، سمي ما تشاء. سيبقوا يعيث فسادا. وزلنا نحن نتفنن في معصية الله وفقط نشرح معاني كلمات. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الآن بالنسبة لأي عبادة أخذها عشان أخلص من وسوسة القرين أو تسلط القرين، يقول المولى عز وجل ومن يعرض عن ذكري نقيض له شيطان فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. خلينا نقرأ الآية. نعم نقرأ الآية. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأول شيء
عدم ذكر الله هو ينمي هذا الشيطان، يكبر هذا الشيطان حتى يسيطر عليه. فيعني الموضوع كمان مرة إذا أنا باقع بذنب واحد ينسف لي حسناتي، والشيطان يعرف أن هذا هو الذنب الذي نسف حسناتي، سيجعلني أتفنن في العبادات. ما زال عندي هذا الذنب الذي نسف لي حسناتي، يعني زي اللي بيعمل ويضع في كيس ممزوع ممزق هذه الحسنات، فكله ذهب هباء منثورا، كالذي دخل في محارم الله، وكالذي ينسب فضل الله عليه لنفسه في الشرك الخفي، أو كالذي يعني بحديث مفلس، أو سيء الخلق، أو الذي يخشاه الناس لشر فليتبوأ مقعده من النار. هكذا يعني إذا الشيطان علم مني أي عمل ينسف لي حسناتي في الآخرة، يجعلني أتفنن في الطاعة ويحسبون أنهم مهتدون. عشان هيك لازم أنا أتفقد نفسي. ومن أكبر الذنوب التي يقترفها المتابع الذي معنا أنه يظن هو جاي يقضي دين أو يتزوج أو يرفع الله عنه هم. أنت جئت إلى هنا لتبلغ آية، فخذ الكتاب بقوة وخذ الأمر محمل الجد، إنك تعيش الاستغفار وتطبقه وتراقب وتركض إلى طاعة الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حط هذا في راسك. فإذا صليت تحية المسجد ركعتين ومعك وقت زيدن، وإذا صليت بعد العشاء ركعتين على سبيل المثال خلاف السنن زيد، ثم زيد، ثم اذكر الله أكثر وأكثر، ثم استغفر أكثر وأكثر وأكثر، وهكذا. ولازم ترى أثر العبادة في حياتك، لازم تشوف حياتك تغيرت. عشان هيك لازم أنا أخذ الكتاب بقوة، مش إني أنا يعني صليت خلصت روحت على البيت، لا. أنت وكأنك عمال تتعلم، تصير معلم مدرسة، معلم أمة، معلم بشرية. ففي هناك كورسات، في هناك لازم تتعلم وتزيد تعليم. كلما تقربت إلى الله كلما زادك الله علما. فعليك أن تأخذ الأمر محمل الجد. فإذا ترخيت سترى أن الأمور مستمرة، التعسير مستمر، تسلط الشيطان مستمر، وأنا عمال أستغفر وأنا عمال، لأنك عمال تستغفر مش عمال تتقدم إلى الأمام. إحنا ما بدنا نتقدم إلى الأمام وذنوبنا كثيرة. إحنا لازم نترك الذنوب، إحنا كمستغفرين تركنا الذنوب الآن نبدأ نتقدم إلى الأمام. فبتزيد بصلاة القيام، فبتزيد في الصدقات، فبتزيد في الدعاء. لما تسجد بين يدي الله تخاطب الله كأنك تراه، ويا رب افتح علي حتى يتغير حال الأمة. فيكون همك إنه أهم الأمة، كيف نغير حال هذه الأمة. من لهذه الأمة؟ مش أنا ستدفع ثمن إنك ستبقى في هذا الضيق. فلربما تذهب إلى راقي هذا والراقي ذاك. عشان هيك جفف منابع التي يتغذى عليها الشيطان من ذنوب، أو تقصير في طاعة الله، أو تقصير في تبليغ آيات الله، أو تقصير في إنك أنت تكون نموذج يحتذى بك، من إنك أنت إنسان على خلق، تائب إلى الله، مقبل على الطاعات، لزمت الاستغفار ففتح الله عليك فتبلغ الآيات. فلما أنا أتوب إلى الله وأركض إلى المساجد، وهذا من باب إنه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وأكون لازم الاستغفار تارك للذنوب، هذا القرين سيحمد ولن يكن له تأثير في حياتي. لكن إذا علم مني إني أنا مقترف لذنب ما، وهذا الذنب وكأنه هاي حياتي، أنا بحب هذا الإشي، فخلص هو عارف انك واقع، فالله يعاقبك على هذا الوقوع، واقع في سخط الله. انتبه، راقب، اركض، وقل يا رب عرفني فيك، انا بدي اعرفك، انا بعرف اوامرك، بعرف قليل من اوامرك، بعرف الصلاة وبعرف الصيام، بعرف الحج، لكن انا كثير من الذنوب لا اعرفها، بين لي اياها يا رب، بين لي كيف ابلغ آية، كيف انصر رسول الله، كيف انصرك، كيف انصر الدين، كيف اثق في الله، كيف نعم خاطب الله واعرف ان وجهتك. الاستغفار وكأنه يعني شو بدي اقول لك، اليوم صار في مترجم لا في الجوجل، مثلا بتحكي كلام بالعربي بترجم لك اياه بالروسي بالصيني باي لغه، والاستغفار وكأنه مترجم لك لتعبد الله كما يحب الله ويرضى.
أنت تستغفر والأمور تتهيأ. وإذا كان في حاجة إنه استغفارك يعني يترتب أكثر وتحتاج إلى سورة البقرة، ففي الوقت المناسب ستأخذ سورة البقرة، وهكذا. وإذا كان في حاجة لقيام الليل فقيام الليل، وإذا كان في حاجة للمقايضة أو التوسل بعمل صالح ستجد هذا الأمر. فلكن كون أنت هدفك مش فقط قضاء الدين، أن تبلغ آية، تبلغ آية مش عن نفسك وخلص، إنه أنا إذا بلغت الآية الله بيفتح علي. بلغ الناس. لمن هذه الناس الضائعة يتخبطوا بين هذا وذاك؟ أنت بتقول ممكن لربما تقول لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليم. ما يا عمي أنا بنصحن ولا حد بيسمع ولا بيردوا. فأنت بتعمل هذا العمل لترحم نفسك، كي يرحمك الله، معذرة إلى الله، يا ربي والله بلغته. والله في بعض الأحيان يا جماعة أجتمع بشخص مرة واحدة فأقول له إلزم الاستغفار. لربما تأتيني يوم القيامة وتقول لي أنا اجتمعت مع محمد حجازي ولم يبلغني هذا الكلام، وأنا ما أدراني. لربما هو يأخذ الاستغفار محمل جد أكثر مني. فهمت؟ لا تخلي واحد بتعرفه ما سمعته هذا الكلام، انت سمعه. اذا بعد ما تلزم انت والله يفتح عليك، سمع، بلغ، لا تبقيه عندك، لا تستهين باي شخص، لا تنظر الى اكابر القوم انك بدك تبلغهن، كما فعل عليه افضل الصلاه والسلام عبس وتولى ان جاءه الاعمى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب قريش، كبراء قريش، يعني زعامة قريش، وجاءه الأعمى يسأله، فالتفت رسول الله يعني كأنه يعطل عليه الكلام، يعني كأنه صارت في فرصة أنه يخاطبهم. والله عاتبوا على هذا الفعل. هذول الفقراء هذا وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. هؤلاء ما نفعهم تذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم صناديد قريش، لكن هذا نفعه تذكير الرسول عليه السلام. أنت ما بتعرفش، أنت لربما تريد أن تخاطب شيخ، وربما هذا الشيخ يصدك على سبيل المثال، لكن فينك رجل فقير هيك، حاول تخبره، حاول بطريقة ما خبره عن الاستغفار وفائدة الاستغفار. الله يبارك فيكم. من الذنوب هي أن لا تبلغ الآية. من الذنوب أنك أنت لا تكون همك معرفة الله، وتعرف الناس في الله، تعرف الناس في فضل الاستغفار. لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بلغوا الاستغفار. خلص ارمي له الطابي في مرماه، وجيب له هيك قصة قصيرة، وممكن ترمي له اسم القناة عشان إذا فكر بالليل هيك يسمع، قل له تذكر في عنا قناة كذا وكذا. انت اللي القناة اللي بتحبها من الإخوة الذين يبلغون الآيات من متابعينا طبعا، بلغوا عنا ولو آية. الأخ محمد إبراهيم السوداني، الأخ محمد نمر، الأخ محمد برياميات، الأخ أحمد الغامدي، في إخوة كثير يبلغوا آيات الاستغفار. إذا هم يروقك تبليغهم وجئت من عندهم فقل من أين جئت، خلي الناس تتبع خارطة الطريق. وإذا جئت من عندي فقل إنك جئت من عندي. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغوا عني ولو آية. أهم مهمة إنك أنت توصلها وتكون قد أديت الأمانة، ورفع الله عنك الغمة وعن عن الأمة. ستنفع الأمة أنت في تبليغك. والله قد يرحم الله بلد كامل بسبب استغفارك وهمك على أن تبليغ هذه الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبس النقاط التي قلتها، وعلى مشايخنا أن يأخذوا الاستغفار أو أي حديث يطبقوه ثم يخرجوا للناس. لازم يكون لكل عبادة لها ثمار، إن كان الحفظ، إن كان القيام الليل، إن لازم كلها فضل. فماذا قال عنها رسول الله؟ لازم نجدها، وننتقل من علم اليقين إن قيلت إلى عين اليقين نراها في أم أعيننا. كمان مرة أيضا محمد حجازي فقط يتكلم هيك الكلام عن المشايخ فهو طاعان، ولكن كان يتكلم عشان يقوم منهج إنه خلينا نطبق أحاديث رسول الله، وأحاديث رسول الله بالفعل لا تطبق.
يعني يقرأ البقرة لا يقرأ، وبقول لك اقرأ أنت البقرة، وهكذا. من لزم الاستغفار بقول لك من لزم الاستغفار ولم يلزم هو بنفسه الاستغفار، وما وجد ما قال رسول الله، وما في عنده خارطة الطريق كم استغفر باليوم وبأي صيغة وماذا فتح الله عليه وبعد كم مدة، يعني هكذا. هذا هو الذي نريد أن نصل إليه، ولنعرف يقينا إن الشيطان يعني يدخل في كل مسامك حتى يعرف أين الخلل، فإن وجد فيك خلل يحبط عملك تركك تتفنن في باقي العبادات. مفهوم؟ عشان دير بالك دائما تفقد الشرك، تفقد الحديث، حديث المفلس، حديث دخل في محارم الله، حديث أنا خير منه، حديث إنما أوتيته على علم، سمي ما تشاء من هذه الأحاديث، سوء الخلق وهكذا، عشان لا تقع فيها فيذهب عملك هباء منثورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.